السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي. يلا قبل ما نبدأ الحلقة 13 من رواية عشق الشيطان، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. وحلقة النهاردة بعنوان غضب. مازن بقلق. ها يا سهام، مفيش أخبار؟ لا يا فندم، للأسف موبايله مقفول وحاولت أوصله على الفيلا، بس اللي شغالين هناك قالوا إنه ما ظهرش من امبارح. هب من مكانه بفزع وقال مازن بصريخ: يعني إيه ما ظهرش من امبارح؟ وإزاي محدش بلغني؟ انتفض جسمها لصريخه فتوترت في الكلام. ما أعرفش يا فندم، ده كلامهم، بس إن شاء الله خير، مفيش داعي للقلق ده. بصلها للحظات سرح فيها في حاجة، وبعدين قعد تاني بهدوء وقال بتفكير: وآيات. سهام بغباء: مالها؟ نفخ بنفاس صبر. مازن بغضب: هيكون مالها يعني؟ اقصد لسه ما ظهرتش. معرفش يا فندم، حضرتك طلبت مني اوصل لمستر طائف، فمعرفش اذا كانت وصلت الشركة ولا لا. بصلها بغيظ قبل ما يصرخ فيها: امشي يا سهام، اختفي من قدامي دلوقتي، انا هتصرف. بصت له بغيظ بسبب زعيقه معاها، فهي ذنبها ايه في غياب طائف ولا ايات؟ نفخت بضيق قبل ما تنفذ امره وتخرج بره الاوضه، فهمس هو اول ما خرجت. مازن بقلق: لما اشوف حل انا بقى في المصيبه دي. خلصت الدش بتاعها وخرجت بكسوف من الحمام اللي في اوضتها، اتفحصت بعيونها كل الاوضه فلقت نفسها لسه وحيده. أخدت نفس عميق قبل ما تتحرك بحرية في الناحية اللي كان شاور عليها طائف بإن فيها كل اللبس اللي هتحتاجه. لقتها أوضة مجهزة ومترتبة علشان تكون مخصصة لكل شيء ممكن تحتاجه أي ست من لبس وأحذية وأي حاجات تانية. همست بدهشة: الحق يجهز كل ده. وبعدين كملت بغيظ: ولا تلاقيه متعود يجيب الستات بتوعه هنا. حاولت تتجاهل الفكرة دي وراحت تدقي اللي هتلبسه، ولسه على وشها الضيق أخدت بنطلون جينز وعليه بلوزة لونها أحمر وسابت شعرها القصير واللي طوله ما يتعداش كتافها. راحت قدام مراية كبيرة محطوطة في أحد أركان الأوضة تعدل من هيئتها، وأخدت نفس عميق وخرجته قبل ما تتحرك لبره الأوضة. أول ما خرجت من الأوضة لقت قدامها ممر طويل مشيت فيه، فشافت في آخره سلم نزلت منه وعيونها لسه بتتفحص المكان لحد ما نزلت لتحت. لقت ست في التلاتينات من عمرها بتبصلها بابتسامة ووش بشوش: مساء الخير يا هانم، أنا علا، هكون في خدمة حضرتك طول الفترة الجاية. بصت لها آيات بشك وسألتها هل عارفة سبب وجودها في المكان ده، وهل عارفة موضوع طائف ومين هو. هزت راسها بخفة فاتحركت الست قدامها، ومنها فهمت آيات إنها لازم تمشي وراها. مشيت وراها بصمت لحد ما وصلت لأوضة عرفت من هيئتها إنها أوضة السفرة، ولقته قاعد بيبص قدامه وبيفكر بتركيز شديد، وعلى ما يبدو إنه مش منتبه لوجودهم لحد دلوقتي. اتنحنحت علا فاتلفت لهم بحدة وبسرعة اتغيرت ملامحه، لكن لسه جافة وباردة. شاور للبنت تمشي ووجه كلامه لآيات: اقعدي يا ايات. بصت له بضيق واتمنت من قلبها انها تعارضه، بس مفيش داعي لده، فهي عارفه ايه اخرة معارضتها معاه، وكمان هي جعانه وما اكلتش حاجه من امبارح. اتحركت بهدوء وقعدت على احد الكراسي، وشويه ورجعت علا مع بعض الخدم لرص اطباق الاكل قدامهم، وبسرعه خلصوا ومشوا، وما بقاش في الاوضه غير طائف وايات. بدأوا الاتنين ياكلوا، فوقفت هي للحظات وبصت له بشك: ممكن اعرف انت قلت للناس اللي شغالين هنا انا ابقى مين علشان التمثيلية دي تبقى واضحة؟ طائف بغرور: مفيش داعي لأي تمثيليات، الناس اللي شغالين هنا صم وبكم، يعني لا بيشوفوا حاجة ولا بيسمعوا حاجة، وعارفين اللي بيخالف الكلام ده هيجراله ايه، فمفيش داعي للقلق. آيات بسخرية: واضح ان جينات الجريمة في دمك، اعتبر كلامك ده مدح لمصلحتك. آيات بسخرية ورجعت تاكل تاني: مصلحتي؟ لا واضح فعلا. طائف ببرود: آيات يا ريت بلاش الأسلوب ده معايا، وأرجو إنك تراعي كوني مقدر ظروفك الحالية وحالتك النفسية، غير كده ما كنتش هسمح أبدا بطريقتك دي. وكأنها لقت الفرصة للانفجار فقالت باندفاع. آيات باندفاع وصريخ: حالتي النفسية؟ طريقتي؟
انت واضح انك مش اخد بالك ان انت السبب في ان حياتي اتقلبت وعلى وشك انها تتدمر، ده اذا كانت اصلا ما اتدمرتش. انت ايه يا اخي، ما بتحسش جايبني لاخر الدنيا وتقولي مصلحتي؟ ده اسمه خطف، واوعدك مجرد بس ما تجيلي الفرصه ههرب من هنا على اقرب اسم او حتى سفاره وهبلغ عن كل بلاويك. مش عارفة ازاي وامتى حصل كل ده، ففي خلال ثواني لقت كل اللي كان فوق ترابيزة السفرة مرمي على الأرض، فانتفضت في مكانها ورجعت كام خطوة لورا تحمي نفسها كرد فعل طبيعي للي حصل. اتلفتت له بعد ما بعدت عيونها بصعوبة من مراقبة اللي حصل من لحظات، لقته واقف في وضع استعداد زي الفهد بيراقب فريسته، وشه يكاد ينفجر من الغضب وعيونه الحمراء كانت كفيلة تدب الرعب جواه. واخيرا اتحرك بخطوات واسعة، على عكسها تماما كانت حاسة بان رجليها اتسمرت مكانها من كتر الخوف والرعب منه، لحد ما بقى قدامها فقرب منها وانحنى ناحيتها وقال بهدوء مخيف طائف بهمس: لا، واضح انك انت اللي مش اخده بالك انت بتكلمي مين ونسيتي نفسك. وكمل بتهديد: اقسم بالله يا ايات لو صوتك عالي تاني ولا نطقتي بكلمه ما عجبتنيش لا تشوفي وش التاني ووش طائف العمري اللي لسه ما تعرفيهوش، وش الشيطان، سامعه؟ فضلت متسمره مكانها تبصله ببلاهه وصدمه، بقها مفتوح وعيونها مفتوحين على اخرهم والدم نشف في عروقها. فضلت كده لثواني قبل ما يصرخ فيها تاني: سامعه؟ هزت راسها بسرعة وقوة فسمعته بيصرخ بغضب مخيف. طائف بصريخ: انطقي، اسمع صوتك. ايات برعب: سامعة سامعة. اتعدل في وقفته قبل ما يصرخ مرة تانية، لكن المرة دي بيستدعي الخدم: علا، اشرف، محسن. اتجمعوا قدامه بسرعة فناداهم واحد ورا التاني. طائف بصرامة: اشرف ومحسن هتوصلوا الهانم لاوضتها وما تغيبش عن عينكم لحظه، فاهمين؟ وانت يا علا قولي لهم ينظفوا المكان وتحصليني على المكتب. وصرخ فيهم: اتحركوا. انتفضوا كلهم لصريخه ده واتحركوا بسرعه لتنفيذ اللي امرهم بيه. آسر لسكرتيرته: منال، شوفي لي صبحي فين وابعتهولي حالا. حاضر يا فندم، ثواني ويكون عندك. وبعد فتره صبحي بتوتر: امر يا باشا. آسر بسخرية: لا، الحقيقة انت اللي تؤمر، رايح جاي بمزاجك وماشي بدماغك، محدش قدك. العفو يا باشا، قول لي بس اوامرك وانا رقبتي سدادة. آسر بغضب: قلت يا صبحي، قلت وما تنفش. ما هو اصل يا باشا. هتقولي اصل وفصل؟ اخلص، مش قلت تجيلي بتقرير عن تحركات ايات وتجيب لي قرار طائف والناس بتوع روما؟ الصبح بخوف: اصل في اخبار جديدة من روما. آسر بلهفة: وساكت كل ده؟ انت جه امر بالتنظيف. آسر بقلق: تنظيف؟ الصبح باضطراب: عايزين ينظفوا اللي فشلنا فيه وكأنه ما حصلش. آسر بلع ريقه بصعوبة وتوتر: تصفية؟ الصبح هز راسه بقلق فهب آسر من مكانه بعصبية وراح له بعصبية يمسكه من هدومه بغضب. آسر بغضب: انت اتجننت؟ انت عارف كلامك ده معناه ايه؟ وبعدين سابه فجأة واتلفت الناحية التانية بضياع وحط ايده على راسه يشد شعره ويبص حواليه بذهول. آسر برعب: عايزين يقتلوها؟ يقتلوا آيات؟ وفضل رايح جاي في الأوضة زي الليث المحبوس ورجع لصبحي مرة تانية. آسر بجنون وغضب: كله بسبب غبائكم، لولا غبائكم ده كان زمان خلصت من طائف، ودلوقتي عايزين آيات يوم يفكروا يقربوا لها، كله إلا آيات، كله إلا هي. وكمل بخوف: هي فين آيات دلوقتي؟ في بيتها صح؟ ما هو يا باشا ده الموضوع التاني اللي كنت هبلغك بيه. ايه تاني انت؟ صبح بخوف: اصلها مختفية خالص، ما ظهرتش من امبارح. بصله بصدمة للحظات قبل ما ينهار على الأرض ويصرخ باستنجاد. آسر بضياع: آيات. وعلى التليفون مازن بغضب: انت بتستهبل يا طائف؟ انت فاهم انت عملت ايه؟ دول مش بعيد يخلصوا عليك انت كمان. طائف بثقة: مش كل الطير اللي يتاكل لحمه، محدش يقدر يلمسني، كلهم عارفين انا ابقى مين. مازن بسخرية: والبوست الكبير كمان؟ اتنهد بتعب وقال: وايه اللي هيوصل الحكاية ليه بس؟ طائف، البيت عايزين يخلصوا منها وحضرتك خالفت الامر وخفتها واختفيت معاها، ده انت حتى مش عايز تقولي انت فين. طائف بثبات: كده احسن، امن ليك. مازن برجاء: طائف بلاش جنان وقولي على الاقل انت فين، اجيلك ونشوف حل سوا، لكن ده انتحار، متضيعش نفسك عشان واحدة مات.
طائف قطعه بحدة. مازن لم لسانك، مش دي آيات اللي قعدت تشكر فيها طول فترة شغلنا معاها؟ كلمة كمان ومش هتعرف لنا سكة نهائي، انت سامع؟ مازن بهدوء وحذر. طب خلاص انا ما اقصدش حاجة، بس مش قادر اشوفك هتضيع نفسك علشانها، كفاية اللي حصل قبل كده. طائف بضيق. مازن غور، اقفل يلا سلام. وقفل تليفونه ورماه على الارض بعنف وندم على اتصاله بصاحبه المزعج ده واللي قالهوله من سخافات. خبط على الباب قطع افكاره فسمح له بالدخول، واللي كان علا. تعالي يا علا ادخلي. امرك يا طائف باشا. بص لها بنظرة لوم فتنحنحت بإحراج وتصحيح. علا بابتسامة. أقصد خير يا أبي، كنت محتاجني في حاجة؟ أيوة كده يا علا، ما تنسيش إنك زي أختي الصغيرة، باشا وبي دول لما نكون مش لوحدنا. علا بابتسامة. حاضر يا أبي. بدلها بابتسامة صغيرة قبل ما يرجع لجموده ويقول بعملية. علا، آيات مسؤوليتك زي ما سبق وقلتلك من معرفتي بيها، فأحب أطمنك إنها هي هتعتبرك صاحبة ليها بدل ما تكوني مساعدة، فعشان كده عايزة تثق فيكي، ولو كانت هتثق في شخص واحد في البيت ده فأحب إنه يكون انتي، فهماني؟ أكيد يا أبي، ما تقلقش هتكون في عناية. وحاجة كمان عايزها ما تغيبش عن عينك علا، آيات وجودها هنا لحمايتها، فهماني؟ يعني أي اتصال بيها مع أي حد أو كونها تخرج من هنا فده بيساعد إنها تبقى في خطر. علا وفهمت تلميحاته دي فقالت بابتسامة واثقة. ما تقلقش يا أبي، مش هكرر غلطتي تاني، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يا ترى علا بتتكلم عن ايه، وايه علاقتها بطائف، وايه الغلطة الاولى اللي بتتكلم عنها دي؟ وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حبايب قلبي اكتبولي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم، واستنوا الحلقة الجاية قوية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات أم جنى وزينة، بحبكم قوي، سلام.